السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة فواز للبرامج، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل الناس اللي بتنشر كتير على الفيسبوك وبيجي لها حظر أو بيجي يطلب منها الفيسبوك تأكيد الهوية. وفي الحالة اللي معانا هنعمل شهادة ميلاد بتعدي في الفيسبوك. خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني في قناة فواز البرامج. أرجو قبل الشرح الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك على الفيديو عشان بيفرق معنا كتير للتشجيع فضلا وليس أمرا. تابعونا مع برنامج صانع شهادة الميلاد. البرنامج هنفتحه بالطريقة ديت، عبارة عن الشكل ده. بتكتب الاسم اللي انت عايزه، مثلا بكتب مثلا مريم، مثلا احمد، محمود، عاطف، مثلا مريم، احمد، ابراهيم، حاضر، ان ديانة مثلا مسلم، نوع انثى، تاريخ الميلاد مثلا هنعمله مثلا 22 5 سنة مثلا 88. 88 ماشي، بس ما تكتبش هنا، تكتب السنة بس، ما تكتبش 1988 سنة بس. ليه؟ هنعرفها دلوقتي. البحيرة عشان أنا البحيرة. مركز مثلا نقول كفر الدوار. تمام. هنكتب مثلا تاريخ الميلاد تاني كده هنكتبه مثلا 05 22 5. هنا هنكتب 1988. بعد ما بنخلص كده بنضغط على تحويل، بيظهر معانا كده مريم، احمد، محمود، عاطف، الديانة مسلم، النوع انثى، البحيرة كفر الدوار، تاريخ الميلاد 22 5 اللي احنا كتبناه هنا. ظهرت معانا. ما كتبناش هنا ليه؟ علشان الحتة دي لو كتبنا هنا 1988 مش هتصل بالطريقة اللي الرقم قومه كمان هوت. اسم الأم ده ثابت، البيانات دي ثابتة. اللي يهمنا كله الاسم، بيانات الأب، وبيانات المولود أو الشخص اللي عايز يعمل تأكيد للفيسبوك. تمام كده انتهينا. طبعا قبل ما معلش قبل ما انتهي من الشرح هسيب رابط التحميل ده أسفل الفيديو للي حابب يستخدمه. وأشكركم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.